عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا كده فيديو جديد بتاعنا. هنعمل كده مع بعض زيتون مخلل يا جماعة، انما ايه على اصوله الصعيدي يا جماعة، انما حركات وتكات تجنن. شايفين بقى الالوانات احمر وبرتقاني واخضر، مفيش لون غير لما عملته لكم يا جماعة في الفيديو. يلا كده عشان نعمل مع بعض الزيتون المخلل ده. العسل يا جماعة، الزيتون ده مخلل تفاحي. شايفين الجمال والحلاوة؟ الله اكبر عليه. اول حاجه ان انا عملته ان انا طبعا مسكت كده سكينه واديت له شقه اهو. شايفين يا جماعه ليه الشقه دي يا جماعه؟ ليه؟ علشان المحلول الملحي اللي احنا هنعمله يدخل فيه ويشربه ويطيب من جوه يا جماعه. تمام، دي اهم حاجه. دي بالنسبه للزيتون التفاح يا جماعه بتاعنا. يلا كده. وكمان الفلفل بصوا يا جماعه، الفلفل فيه ايه؟ متغير متغير ان انا شلت العود بتاعه، عشان العود ده من المحلول الملحي بيسود يا جماعه. فيعني الاصح والاحسن ان احنا بنشيله الحته الفرع بتاع الفلفله، لكن ما قطعتش بتاعتها اهو. تمام، ان شاء الله تكون واضحه لحضراتكم بالشكل ده. ويلا كده هنعمل ايه تاني؟ معانا كام كيلو زيتون يا ندى وفلفل؟ معايا 8 كيلو زيتون يا جماعه، ومعايا 2 كيلو فلفل بس. ليه يا ندى؟ علشان في قاعده معانا، هي القاعده ان على كل 2 كيلو زيتون نص كيلو فلفل عليهم، وعليهم كيس من الملح. الكيس من الملح ده عليه ايه تاني؟ عليه 2 كيلو زيتون ونص كيلو فلفل. الفلفل ده حراق طبعا يا جماعه بالشكل ده، وطبعا هو نوعه بلدي اهو بالشكل ده يا جماعه. يلا كده احنا خلصنا من المرحله دي. معانا ايه؟ معايا حبه البركه وعصفر يا جماعه كده، عشان تحل البركه كده على احلى فيديو بتاعنا، واعمل لكم احلى زيتون يا جماعه بالشكل ده. ويلا معايا ايه تاني؟ معايا كمان توم وورق اللورة. ورق اللورة والتوم يا جماعة اهو بالشكل ده، حبتين كده. انا حط طبعا التوم انا ما دقهوش خالص، يا دوبك كده دقته كده حاجة بسيطة بس لقيته خشن. وورق اللورة بتاعي اهو، طبعا دول اخر شوية بتوعي بقى، فمعلش يعني ان هم مكسرين شوية، مش مشكلة. لكن احنا ليه استعملنا التوم يا جماعة كمادة حافظة، واللي هو ايه؟ مضاد حيوي يا جماعة، تقتل كل جراثيم اللي هينزل لنا من الزيتون بتاعنا والفلفل، ويخليه عمره ما يبوظ خالص، ويشيل اي جراثيم واي حاجة وحشة فيه. تمام، هو دي الفايدتين بتاعته هما الاتنين. ويلا كده معانا الكرفس دي يا جماعه، مش عايزه اقول لكم ان انا ما جبتش غيرها الربطه ب10 جنيه وقطعتها كده بالشكل ده يا جماعه. الكرفس طبعا ده اخضر وجميل وزي العسل، اديكم شايفين الجمال والحلاوه بتاعته. بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي على احلى فيديو بتاعنا. معايا ايه تاني؟ معايا كيلو من الجزر المبشور. جبت كيلو من الجزر كده، غسلته كده وبشرته كده بالشكل ده. الله اكبر عليه. معايا كيلو يا جماعه، كيلو جزر. ومعايا ايه تاني؟ ومعايا نص كيلو فلفل حراج احمر للهريسه يا جماعه. تمام، احنا بس يا دوبك جبتهم وغسلتهم ورحت ضرباهم في الكبه بتاعتي، وهو شايفين الجمال والحلاوه بس. وبعد كده ضفت ايه عليه يا ندى؟ ضفت عليه معلقه واحده من الخل على الكلام ده كله يا ندى. حطيتهم في الفلفل الهريسه بتاعنا ده على نص كيلو. تمام، وكمان هنضيف عليهم ايه؟ انا حبيت اضيفها معاكم معلقه كده من الزيت برضو على الهريسه بالشكل كده اهو، ما نكترش. هنعمل ايه يلا تاني يا ندى؟ خلصنا كده المرحله بتاعتنا اللي هنا. يلا ندخل على المرحله دي انا كنت جايبه 4 كيلو من الليمون. ال4 كيلو من الليمون دول يا جماعه انا طبعا عصرت منهم بالشكل ده في الشفشق اهو. 3 كيلو انا عصرتهم. طب والكيلو بقى كيلو يا ندى؟ انت قلتي 4. الكيلو بقى يا جماعه انا حطيته كده في ميه وسبته كده يغلي اهو، قطعته كده طرنشات بالشكل ده. شايفين الجمال؟ استنوا برضو هوريكم. قطعته بالشكل ده كده. طب ليه يا ندى قطعتيه بالشكل الحلقات دي يا ندى وحطيتيها كمان في ميه على حله كده؟ وبس علشان يعني تغلي ويعني تستوي شويه، لان عمليه الزيتون بتاعنا بتطيب اسرع من الليمون بياخد وقت. فانا حبيت ان انا اعمل الخطوه دي علشان ما ياخدش معايا وقت خالص. هناخد الزيتون بتاعنا ده، طبعا الميه دي
هنحتاجها دي، انا هقول لكم برضو الايه. هنمسك كل كميه الليمون دي بتاعتي كده، هضيفها برضو على هنا بالشكل ده اهو. وصلوا كده على نبي، شايفين مقطعاهم كده شرايح، انما ايه تفتح النفس يا جماعه. الصوص نفسه بتاع الزيتون والمخلل نفسه يتاكل اكل كده بالعيش الشمس الصعيدي بتاعنا، يستاهل بوجكم يا جماعه. احلى لايك بقى للفيديو، احلى كمان تعليقات كده لوصفات ندى الشطوره، على احلى وصفات يا جماعه بجد. وشكرا لكل الناس اللي بتكتب لي تعليقات حلوه خالص خالص، بحبكم في الله. شايفين الجمال؟ انا يدوبك اهو، يدوبك اهو كده تطلعيهم كلهم بالشكل ده اهو، بالشكل ده كده. شايفين طلعت كل الليمون بتاعي، وطبعا ده محلول ملحي. لا يا ندى محلول ملحي، انت دوبك حطيتي الليمون فيه على النار اللي قطعتيه حلقات بس، وسبتيه كده على النار لغايه ما غلي ادي كده غلوه معاكي. بصوا كده خدتيه كله اهو، وبرد كمان خالص يا جماعه. هضيف ايه يلا، ومعايا كمان يا جماعه 4 معالق من السكر. 4 معالق من السكر هضيفهم كده للمحلول الملحي بتاعي بالشكل ده. ومعايا ايه كمان، ومعايا معلقه كده من الكركم بتاعنا اهو، معلقه حلوه كده بالشكل ده. ونضيفه برضو على المحلول الملحي بتاعنا. هتضيفي ايه تاني يا ندى؟ هضيف ال4 اكياس ملح بتاعنا. احنا قلنا على كل 2 كيلو زيتون ونص فلفل عليهم كيس من الملح اهو بالشكل ده. يلا كده هضيف اكياس الملح كده بتاعتي. طبعا يا جماعه انا فتحت كيس الملح بقى في الكواليس بتاعه الفيديو. يلا كده هنضيفهم ال4 اكياس ملح كاملين يا جماعه. طب يا ندى مش الملح ده كتير على على 2 كيلو زيتون عليهم كيس ملح، مش كتير عليه؟ لا مش كتير، لان لو قللنا كميه الملح ممكن البوز بتاعنا الزيتون نفسه، لان عادي كميه الملح لما تزيد تمام، لكن لما تقل كده هيبوظ معاك المخلل نفسه يا جماعه اهو كده. عشان تعرفوا ان اول حاجه بتبوظ الزيتون هي قله الملح، بس كده. دي قاعده، دي تاني قاعده معانا بقول لكم كده شويه قواعد عسل يا جماعه اهو. وندي يلا كده نقلب المحلول الملحي العسل ده بتاعنا. شايفين اللون، شايفين الجمال والحلاوه؟ صلوا على رسول الله بقى. وكمان الريحه جنان، شايفين الجمال والحلاوه يا جماعه؟ وشايفين كده البرطمانات، جبت كده 4 برطمانات زي العسل، اشتريتهم كده علشان نعملوا مع بعض احلى فيديو يا جماعه. وعايز احلى لايك كده وشير. شايفين الجمال كده؟ تقلبي 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 لغايه ما الملح كله بتاعك ما يدوب. يلا كده هقلبهم وارجع لكم. ويلا كده يا جماعه دورنا اهو كده المحلول الملحي بتاعنا وتمام التمام. يلا كده هنقلب ايه، هنقلب التشكيله بتاعت القمر دي البرتقاني والاخضر والاحمر. احلى بقى فيديو. يلا كده هنضيف كل حاجه كده مع بعض اهو بالشكل ده كده عشان تشوفوا معايا اهو، عشان يكون واضح في الكاميرا كل المكونات اللي بضيفها. ادي الكرفس، وادي كده الجزر. شايفين الجمال؟ صلوا على رسول الله يا جماعه. واي وصفات عايزيني اعملها لكم اكتبوا لي على طول في التعليقات، وانا برد على جميع التعليقات يا جماعه بالشكل ده. يلا كده نضيف برضو الفلفل اهو. ضفنا كده كل الكميات معانا. فلفل ده حراج يا جماعه، هريسه اهو. ويلا كده يا جماعه طبعا، والكل حبايبي الحلوين اللي ما بيحبوش طبعا الحراق، انت ممكن تجيبي فلفل هريسه بارد عادي خالص وتضربيه في الكبه وتحطي عليه معلقه الخل، وبكل المكونات هي بس الفرق ان انت عايزاه مش حراق تمام. يلا كده نشمر بقى كده شويه
علشان نقلب كل الجمال بتاعنا ده، الفلفل على الزيتون كده على الجزر على كل التتبيلة العسل بتاعتي. وصلوا كده على النبي بالشكل ده. الله اكبر، شايفين الجمال وبركه كده يا جماعه في البيت. وصلوا كده على النبي حوجي كده. وطبعا الناس لو حاسه نفسها ان الكميه دي كبيره عليها وعايزاني مثلا اعمل لكم برطمان بكيلو واحد من الزيتون، طبعا اكتبوا لي في التعليقات وانا من عيوني الاثنين هتلاقوني باقرب وقت ان انا نزلت لكم فيديو بكيلو واحد من الزيتون واعمله لكم في برطمان لوحده في فيديو لوحده. شايفين كده خلطناهم كده مع بعض من غير ما نحس ولا ندري. شايفين الحلاوه؟ بصوا على الشكل والجمال. الله اكبر يا جماعه، يفتح النفس كده، تحسوا ان انتوا عايزين تاكلوا كده من قبل ما يطيب اساسا. اهو شايفين كده الجمال. صلوا على النبي، صلوا على النبي يا جماعه. اهو ندي كده قليبه برضو من الناحيه دي علشان اقول لكم بقى الخطوه اللي بعديها واللي بعديها، ونشوف كده لغايه ما نخلص احلى زيتون بتاعنا يا جماعه. ده زيتون طريقه الصعايده يا جماعه اللي في سوهاج. احنا طول عمرنا بنعمل الطريقه دي والوصفه دي يا جماعه. اهو شايفين الجمال؟ الله اكبر، الله اكبر، صلوا على رسول الله. خلصناهم كده، قلبنا كل اللي من تحت اهو، وكله جه عليه كل التتبيله بالشكل ده اهو. يلا يا ندى هتضيفي ايه تاني كده؟ انت تمام خلصتي كده قليل. يلا كده هنضيف ايه هنمسك كده البرطمانات بتاعتنا. يلا اهو شايفين البرطمان بتاعي زي العسل، هنفتحه كده. طبعا يا جماعة البرطمان ده بتاعي مشترياه جديد علشان نعمل بيه. قبل ما اشتغل فيه مية بخل، مية دافية يا جماعة، تمام؟ ونعقمه، واللي حابب يحط خل بس معلقة خل كده ويديله قليبة علشان يقتل كل الجراثيم اللي فيه برضو، تمام؟ مفيش اي مشكلة. ويلا كده نعبي كده اهو. بصوا انا هعمل كده بايدي اليمين علشان اخلص اهو، علشان يكون برضو واضح معاكم في الفيديو. ندي كده فلفل كده على الزيتون. الله اكبر يا جماعه، الله اكبر، شايفين الجمال؟ هنعبي كل الكميه بتاعتنا كده في الاربع علب بتوعنا كده دول اهو. شايفين كده الزيتون والفلفل حتى الليمون معاه، لان الناس اللي بتحب برضو الليمون. شايفين تشكيلة روعة كده يا جماعة، تشكيلة روعة. ونضيف كده اهو. في خطوات كتير جاية لسه، اوعوا تقولوا ان احنا حطيناه خلاص يا ندى حطيتيه كده في العلب بتاعتي احنا كده خلصنا الزيتون وكده تمام. لا، احنا لسه ما خلصناش، احنا يا دوبك لسه علينا حاجات كتير. شايفين كده بحط وترجي كده لتحت كده عشان لسه هو فيه. كملي، احنا مش هنعملوه خالص لان لسه هنضيف المحلول الملحي، ولسه هنضيف طبقة من فوق من الليمون. طبعا الليمون اللي انا اهو عصراه سبت كده شوية منه اهو علشان هضيفه كده من فوق، وهضيف عليه معلقة من الزيت وكمان رشة من الملح، تمام؟ طبعا ده معصور يا جماعة، معصور اهو، معصور، تمام؟ ان شاء الله يكون واضح لحضراتكم اهو. يلا كده برضو انا حبيت اوريكم برضو كل المعلومات واحنا كده برضو بنعبي. شايفين الجمال؟ نحط كده برضو كام زيتون، كام فلفلاية كده بقت تمام التمام اهو. شايفين كده؟ سيبنا كده مساحة حلوة كده من العلبة اهو. شايفين لسه كده اهو تاني اهو كده، وترجي لتحت. شايفين؟ ونكبسه كده ونخلي كل حاجة تنزل كده، ونعبه تاني كده، نعبه اهو بالشكل ده. شايفين كده؟ لغاية كده بقت اخر حاجة كده، بقت التمام. شايفين الجمال؟ شايفين شكله يا جماعة؟ يلا كده ندخل كده على التاني، هوريكم بقى كل حاجة في الفيديو.
الخطوه اللي بعديها ايه؟ الخطوه اللي بعديها عصير الليمون اللي عصرينه كده. هنمسك كده كوبايه معانا او الطبق العياري كده مثلا معانا اهو بالشكل ده، وهضيف كده اهو على كل علبه طبق اهو عصير من الليمون. شايفين الجمال؟ صلوا كده على النبي. الله اكبر، والله العظيم شوية مخلل يستاهلوا بقكم يا جماعة. اهو حط كده، زودي كده اللي في الاخر عادي اهو بالشكل ده. هتضيفي ايه يلا يا ندى تاني؟ هضيف برضو بنفس الطبق انا هعمل بقى المحلول الملحي. احنا طبعا مجلبينه زي الفل، مخليناش فيه اي نسبة ملح خالص فيه، وخليناه زي الفل يا جماعة قشطة. يلا كده بنفس الطبق ده برضو كده، وهناخده ونصبه يلا كده على المخلل بتاعنا، ونصلوا على النبي ونذكر ربنا كده علشان الاكله كده تطلع زي العسل. والمخللات دول بتوعنا بيقعدوا معانا السنه كلها يا جماعه واكتر كمان، بيقعدوا كده لغايه موسم بتاع الزيتون تاني لما بنشتري تاني وبنعمل تاني. طبعا كل سنه ان شاء الله هعمله لكم، وهعمل لكم كل انواع المخللات اللي انتوا عايزينها. اكتبوا لي في التعليقات على اي حاجه انتوا حابينها يا جماعه، وانا اعملها لكم من عيوني الاتنين. شايفين كده يا جماعه اهو؟ تعرفوا ليه انا بعمل واحد واحد لغايه كده ما الميه ما تنزل من التاني؟ شايفين؟ تعالوا كده هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الجمال؟ صلوا على النبي يا جماعه في التعليقات. وادي العصافير هم مشاركين معانا في الفيديو اهو. شايفين كده الميه وصلت للاخر اهو، وادي كمان ده. يلا كده نزودوا برضو دول اهو لغايه كده ما البرطمان بتاعك ما يتملي للاخر اهو. ونحط برضو ده كده اهو. صلوا على رسول الله. شايفين الجمال؟ الله اكبر، بسم الله ما شاء الله يا جماعه. شايفين الحلويات والتكات والحركات؟ ملينا كده الميه كده اهو، محلول الملح كده فيه بالشكل ده يا جماعه. يلا كده اهو. ايه الخطوه اللي بعديها؟ الخطوه اللي بعديها هو الليمون اللي احنا عصرينه. شايفين يا جماعه قشر الليمون؟ طب وليه انت يا ندى بتحطي قشر الليمون ده كده من فوق؟ قشر الليمون ده علشان كده يغطيها، وهضيف كمان عليهم معلقه كده من الزيت بس كده، ورشه كمان ملح، شويه ملح كده حلوين برضو انا هوريكم. شايفين كده اهو؟ نحط كده شويه قشر الليمون دول بالشكل ده اهو. صلوا على النبي. يا ريت يا جماعه كل اللي يعمل اي وصفه من الوصفات الحلوه اللي انا بعلمها لكم دي يكتب لي بقى في التعليقات ويفرحني ان هو بيتعلم مني حاجات كويسه يا جماعه. ولو اي حد حابب اي طلبات يا جماعه يطلبها مني، واي وصفه من عيوني الاتنين ليكم يا جماعه. الله اكبر، كده خلصنا. يلا كده معلقه زيت كده اهو تضيفيهم كده اهو. شايفين اهو بالشكل ده؟ الله اكبر. يلا كده وادي الملح اضيف كده بالعلبه كده بصي، وترش كده رشه كده حلوه كده اهو اهو، يعني في حدود معلقه يا جماعه من الملح بالشكل ده كده اهو اهو اهو.
الله اكبر، صلوا كده على النبي. يلا كده يا جماعه، ايه يا ندى الخطوه اللي بعد؟ نحط الغطا على طول كده على طول؟ لا، فاكرين 4 اكياس الملح اللي قلت لكم عليهم؟ يلا كده هنمسك كده كيس كيس كده ونصلي كده على رسول الله. هتطفيه كده اهو بالشكل ده كده، وتروحي تقفلي عليه كده الغطا. شايفين الجمال اهو بالشكل ده. ويلا كده برضو هنا اهو هنحطه كده، وتدوسي كده دوسه كده معلش بالشكل ده، وتضيفي كده الغطا وتقفلي كده الغطا وتكملي خالص عليه بالغطا كده اهو لغايه اخر حاجه. شايفين الجمال؟ وصفه كده انما ايه تستاهل بقكم يا جماعه. يلا كده طبعا. طب هيقعد فترة السوا بتاعته كام؟ هيقعد يا جماعة الفترة بتاعته 6 أسابيع. وهيكون طيب وزي العسل. بصوا كده، عايزين نطلع كده، ما عايزينش أي هوا، أي هوا في الغطا يا جماعة ما فيش. وادي كده أهو الكيس الرابع والغطا بتاعه أهو، ونلف كده أهو بس كده. قفلته كده بالشكل ده. وادي كده اهو احلى 4 برطمانات كده زيتون. صلوا على النبي يا جماعه. شايفين الجمال؟ ايه الجمال عدى الكلام يا جماعه. ووصفه ناجحه 100%. وصفه المخلل يا جماعه الزيتون. متنسوش بقى تعملوا لي لايك والسبسكرايب على القناه لو عجبتكم الوصفه بتاعتي والمخلل الحلو بتاعي ده. السلام عليكم.